صرتم أوقاتا مع هذه الحلقة والتي بعنوان كل شيء عن جبل الأكراد. يحاول الكثير من الشوفينيين عربا كانوا أو مستعربين أن ينفوا عن أهل الجبل صفتهم القومية، ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع دعوني أسألكم: أين يقع جبل الأكراد؟ بالتأكيد هناك الكثير لا يعرف بأن جبل الأكراد يقع ضمن 3 محافظات سورية، ويشكل جزءا كبيرا ومهما منها، وهي محافظات اللاذقية وحما إدلب. أذكر هنا بعض المصادر التي تتحدث عن الوجود التاريخي للكرد في سوريا عامة وفي جبل الأكراد خاصة. يقول المستشرق الفرنسي رينيه دوساود، والمتخصص بتاريخ سوريا والمتوفي سنة 1958 في كتابه، اعذروني إن قرأت اسم الكتاب بشكل خاطئ لأنه مكتوب باللغة الفرنسية وأنا لا أجيد اللغة الفرنسية، تيبوغرافي هيستوري كوي ديلي سوريين انتيكيو إت ميدي فالي. هكذا قرأت الاسم، إن كان صحيحا أو خاطئا اسم الكتاب لا أعلم، كما قلت أنا لا أعرف اللغة الفرنسية. هذا الكتاب صادر في العام 1927 للميلاد في العاصمة الفرنسية باريس. يقول ما يلي: يعود تاريخ الوجود الكردي في سوريا قبل التواجد العربي بمرحلة زمنية سحيقة، ويعود لمئات السنين قبل الميلاد، حيث كان سهل العمق ومنطقة حارم مأهولة بالأكراد وتحت سيطرة الكرد قبل غزو الإسكندر المقدوني للمنطقة. الآن دعونا نعرف ما كتبه وترجمه من الأرشيف العثماني المؤرخ والبروفيسور الألماني شتيفان وينتر. يقول: كانت منطقة الجبال الساحلية الشمالية حول اللاذقية تاريخيا مركز استيطان كردي مهم، يوثق السجل العقاري للضرائب من القرن السادس عشر بناء مسجد الأكراد في جبلة من دخل محصول خاص يعود ربما إلى طبقة من الكرد المتحضرين، والذين ربما كانوا يمتلكون أراضٍ زراعية منذ عصر المماليك الشركس بين الأعوام 1382 و 1516 للميلاد. كان يطلق حتى القرن العشرين اسم جبل الأكراد على المناطق المرتفعة خلف جبلة واللاذقية، ولا تزال المناطق المحلية تحتفظ إلى أيامنا هذه بأسمائها الكردية كدوير الأكراد، مزار الأكراد، بيت الأكراد إلى آخره. كان بيت ياشوث وقرى علوية أخرى تعود ملكيتها ولحقبة طويلة لآغا عائلة كنج. كان حصن صهيون في سنجق جبلة حسب المصادر العثمانية، والذي كان يعود إلى الفرسان الصليبيين مسكونا من قبل قبيلة ساجلو أو ساتشلو الكردية في القرن الثامن عشر الميلادي، إضافة إلى عائلة حسن آغا رستم الكردية، والذي امتد نفوذ هذه العائلة في كامل جبل الأكراد حتى بانياس، وبقيت هذه العائلة مسيطرة لعدة أجيال في تلك المناطق حتى القرن التاسع عشر الميلادي. أكتفي بهذه المعلومات من البروفيسور ستيفان وينتر الذي بدوره نقلها من الأرشيف العثماني، وأذكركم بمصدر آخر وهو كتاب عشائر بلاد الشام للكاتب أحمد وصفي زكريا الذي صدر في العام 1945، وفيه يتحدث عن الوجود الكردي في هذه المناطق. دعونا من المصادر، ودعوني أسألكم: هل لدى الكرد دولة ونظام شوفيني كالأنظمة السورية والتركية والعراقية والفارسية حتى
يقوم أي الكرد بتكريد ما ليس لهم مثل ما فعلت الأنظمة الأربع المذكورة؟ بالتأكيد لا. لهذا تم تسمية هذا الجبل بجبل الأكراد نسبة إلى ساكنيه الكرد، وليس لسبب آخر ولا مجاملة من أحد. وموضوع التسمية لا يقتصر على الجبل فقط، بل على الكثير من قراه وعائلاته والتي لديها أسام كردية. وكمثال على ذلك قرية مزين، هكذا تلفظ، قرية مزين، ومزن بالكردية تعني الكبير. ووادي باصور، هي قرية اسمها وادي باصور في محافظة اللاذقية، وتعني الهواء الأحمر أي الحاد. وقرية سيترب وتعني بالكردية القبور الثلاثة. وقرية كباني وتعني ربة المنزل. حتى الآن في الكردية نحن نقول عن ربة المنزل كباني. وشير قبوع وتعني الأسد قبوع. وآرا أيضا اسم كردي، آر يعني النار. وتردين تعني الشخص شبه المجنون. وعرافيت أيضا اسم قرية، وفيد تقال للشخص الضخم. هذه بعض القرى التي لا تزال تحتفظ بأسمائها الكردية ولم تطالها أيادي التعريب. هنا أذكر لكم أيضا أسماء بعض العائلات في الجبل: جناورو، أوسي، زمو، وليو، برو، بقداش، دودو، حجيكو، الدو، رشو. يا ترى أي كردي يسمع هذه الأسماء سيقول بأنها أسام كردية. لا يحتاج الأمر إلى تفكير، أبدا لا يحتاج إلى تفكير. بذلك يتضح بأن تسمية جبل الأكراد جاءت من ساكنيه الكرد، والذين غالبيتهم من أحفاد صلاح الدين الأيوبي الذي قام بتوطين جنوده وعائلاتهم في الجبل تمهيدا لمعركة بيت المقدس. وقلت غالبيتهم كون الوجود الكردي في جبل الأكراد يسبق مجيء القائد صلاح الدين الأيوبي، كما ذكرت لكم في بداية الفيديو نقلا عن المستشرق الفرنسي رينيه دوساوت، حيث قال بأن الوجود الكردي يسبق الوجود العربي بأزمنة سحيقة ويعود إلى ما قبل الميلاد. فالكرد كانوا يسيطرون على وموجودون بالغالبية في حارم وجبل سمعان. قلت ذلك في بداية الفيديو. يقول سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. لذلك أقول لكل كردي من جبل الأكراد متمسك بأصله الكردي بأنك تطبق قوله تعالى: ولا تنكر خلق الله بأنه خلقك كرديا، فطوبى لكل من يحترم خلق الله. على كل حال يطول الحديث كي لا أخرج عن موضوعي. أشكركم جزيل الشكر على الاستماع، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. زور سباس هم بمين تخشيد.